حضرتك. اتفضل. الجانب الاخر كان استاذ مازن بيتكلم بيقول ان انا اخترت 10 من النادي الاهلي و7 من النادي الاهلي، واحنا ما علقناش. هي اسمك ايه النهارده في صباح الخير ولا صباح الرياضه، هي اللي قالت ان انا اخترت 10 من الاهلي و7 من الزمالك وبتاع. واحنا كلامنا محدود يا كابتن احمد. كلامنا ان هو احنا معانا اللعيبه اللي كانت في حوض النيل، لان ده مفيش دوري ومفيش حد جديد هيظهر ولا فاللعيبه اللي معانا في حوض النيل بجانب اللعيبه المحترفين اللي هو زيدان والمحمدي واحمد علي والحضري. احمد علي حضرتك انت كنت بتقرا امبارح ونسيت انك احمد علي وبعدين صلحت. نعم دي حاجه. الحاجه الثانيه كنا حاطين عمرو زكي وحاطين عماد متعب، يبقوا لو هم كويسين هيبقوا ممكن يخشوا معانا، لان عماد متعب في الفتره اللي كان بيتمرن فيها وبيلعب ماتشات كان وصل لمرحله كويسه. عماد متعب اتطور، عمرو زكي بيشتكي من ركبته، احمد عيد عبد الملك الوحيد اللي هيخرج من عندنا لانه هو عمل ايه الغضروف. واحنا النهارده ما اخترناش لسه، احنا كل الكلام ده واحنا قلنا هنسافر ب 20 ب 22 ب 23 كويس ب 18 اللي هيبقوا موجودين من القائمه اللي كانت معانا في حوض النيل. لكن احنا ولقعناها زي ما هناء حمزه النهارده قالت الصبح، هي هناء حمزه اللي قالت ان انا خدت 10 من الاهلي و7 من الزمالك و18 من يعني انت ما اعلنتش اسماء خالص يا كابتن احمد خالص. انا دخلت على حضرتك عشان الحته دي، الحته الاولانيه بتاعت المرتبات والحته الثانيه ان احنا ما اعلناش، قلنا يوم 19 بالرغم من يوم 19 كان عشان ماتش الزمالك 19 لان الاسماعيلي والاهلي هيلعبوا 18 19 لان الزمالك هيلعب 19 الزمالك ماتشه اترحل ل 20 لكن المجموعه اللي في الزمالك معروفه. احنا ما فيش دوري عشان ناخد عنصر جديد، مفيش دوري عشان نختار واحد جديد. احنا لو اخترنا هنختار واحد ممكن يكون مكان احمد عيد عبد الملك نفس مركزه بس. عارف حضرتك ده اللي حاصل يا كابتن احمد. كابتن حسن كل يوم التاني بينزل من خلالنا او على لساننا كلام احنا ما بنقولوش. حاسس ان صوتك حزين شويه يا كابتن حسن. انا ما فيش، انا حزين عشان بس الظروف اللي احنا فيها وعدم استعدادنا مباراه فاصله زي مباراه جنوب افريقيا. يعني ده انا حزين عشان احنا ما عنديش الكلام كتير، وحضرتك اتكلمت وده اتكلم وكل واحد اتكلم ان احنا ناخد اللعيبه ونخرج ونروح معسكر بره. الظروف ده كانوا هم بيتكلموا النهارده عن المرتبات، اروح انا معسكر اقعد فيه اسبوعين ثلاثه اصرف لي كام مليون عشان اجي العب مباراه. طب الناس هتسيبنا في حالنا؟ بجانب ان الانديه ما رضتش تسيب لعبتها. الانديه رفضت. الاسبوع الاولاني يا كابتن احمد، الاسبوع الاولاني من مارس ان احنا كنا ناخد لعبتنا سواء نلعب مباراه وديه مع اي حد او ما نلعبش مباراه. المهم نتلم، ان احنا من ساعه 17 يناير اخر يوم في نهائي حوض النيل ما اتجمعناش. لقينا الانديه مش عاوزه تسيب لاعبتها لان عندها، وخاصه 4 انديه اللي هم يعتبروا اكبر عدد من منتخب موجود منهم الاسماعيلي والاهلي والزمالك، وكان احمد عيد عبد الملك من الحرس. ففضلنا، لكن احنا يعني مش عاوزين نبقى قاعدين حاطين رجل على رجل، وزي ما بيقولوا قاعدين رجل على رجل بيقبضوا ملايين ويقبضوا كلام كتير يا كابتن. يا سيدي انت عملت تاريخ وعملت انجازات ما تقبض على قد اللي انت حققته يا كابتن احمد. دايما كل مباراه سواء وديه او رسميه لازم يحصل معانا كده. نفسي اعرف والله. حضرتك قلت يمكن حد بياخد على حسابنا بونت يعني مجدي عبد الغني، ما انا بقولها لك بالامانه، مجدي عبد الغني، لان هو مجدي عبد الغني السبب في اثاره الموضوع بتاع المرتبات ده. بس لكنه العلاقه مع الكابتن سمير جيده يا كابتن، مفيش خلافات مفيش ولا حتى مع مجدي يا كابتن، ولا حتى الكابتن مجدي انا في خلافات معاه ولا في اي حد، وحضرتك تعرف. نعم يعني وحضرتك تعرف يمكن انا ما بتكلمش مع حضرتك مع باقي فتره، وانت حضرتك قلت كده انا ما فيش اتصال بيني وبين الكابتن حسن حتى تليفونيا بقالنا فتره. لكن العلاقه مش سيئه. لا طبعا، لا على الاقل في علاقه احترام يا كابتن. لا انا علاقتي بحضراتكم الحمد لله نعم طبعا. نعم ما يعني ما تشبهاش شائبه. لا لكن بحاول بالامكان ان انا الراجل ببقى ايه يعني ما يعني مش بتاع اعلام قوي، ما بحبش اطلع كتير قوي في الاعلام، ما بحبش اظهر كتير في الاعلام، ودي بياخدوها عليا ان انا راجل متكبر وان انا راجل مغرور وان انا راجل ما بحبش اتكلم. لا هي مش كده خالص. انا راجل غير يعني ما بحبش الشو، ما بحبش الاعلام الدائم وكل شويه ناطط في قناه وكل شويه طالع في الجرايد وكل شويه. بس الظهور في بعض الاوقات لتوضيح، يعني الظهور في بعض الاوقات لتوضيح امور يا كابتن حسن، يعني زي ما حصل دلوقتي يا كابتن بالظبط كده. يعني النهارده حضرتك خلصت كل المشاكل، يعني اعلنت ان انت ما اعلنتش اسماء المنتخب، قصه المرتب انت بتقول انت مستعدين تتبرعوا بمرتب شهر واثنين وثلاثه لحد ما الامور. الكابتن سمير يا كابتن احمد وكابتن سمير حي. طب ليه اتحاد الكره ما طلعش ده ببيان رسمي يا كابتن ويخلي الامور واضحه؟ نعم سمير طلع نفى، بس نفى الكلام بتاع الكابتن مختار. يعني الكابتن سمير لما طلع نفى الموضوع بتاع الكابتن مختار السعوديه ان هم هيجيبوا الكلام ده كله.
انا عارف يا كابتن احمد، خد بالك انا عارف ونبقى عارفين كلنا. خد بالك بالرغم ما احنا بنبصش دي، احنا بنبص ان احنا امورنا صعبه، ظروفنا صعبه، الماتش صعب، عارف ازاي؟ لكن في ناس قاعده مستنيه بناء على نتيجه المباراه، يا اما يخفضوا يا اما لا ما فيش حاجه كده يا كابتن حسن، يعني لا ما فيش حاجه كلام فارغ من ده، لكنه يعني برضه رغم كل الاجواء الصعبه دي، هل انت متفائل باذن الله بالنسبه لمباراه جنوب افريقيا يا كابتن حسن؟ انا كابتن احمد طول عمري متفائل، ببقى قلقان الظروف دي، انا قلقان لان احنا ما استعدناش، ما نعتبرش، احنا عملنا حوض النيل استعدادا وكان يليها مباراه امريكا اللي هي تعتبر اللي كانت هتبقى نعم. لكن للاسف الظروف اللي احنا فيها ما ساعدتناش ان احنا نلعب مباراه امريكا ولا ساعدتنا. طيب هسالك سؤال اخير قبل المباراه تبدا، انا كنت اعلم ومتاكد ان عندك عرض من منتخب عمان اكثر من عرض يا كابتن. لا ومنتخب عمان بالتحديد كان عرض لا يقاوم، هل رفضته بصوره نهائيه يا كابتن حسن ولا لسه مخلي الامور معلقه شويه؟ لا مفيش معلقه يا كابتن احمد. ايوه كلامي واضح وكلامي صريح مع منتخب مصر، لان انا بلتزم وبحب تعاقداتي قوي، ببقى ملتزم بتعاقداتي. هم يوم بقى ما يبقى مفيش نصيب مفيش اي حاجه وهم ممكن يقودونا يستغنوا عننا دي حاجه، ده وضع تاني. عارف حضرتك ازاي؟ لكن انا طول عمري بلتزم بتعاقداتي. الا تخشى بعد مباراه جنوب افريقيا الله لا يقدر في حاله الخساره انه ممكن ده يحصل من اتحاد الكوره يا كابتن حسن وتندم انك رفضت عروض كبيره زي ما تندمش يا كابتن احمد. اصل هو ربنا الرزاق يا كابتن احمد. ربنا النهارده لما بيجيب في الظروف ديت عروض كتيره، ما ممكن لا قدر انا بقول لك لا قدر الله، لان انا عارف ان ربنا ان شاء الله هيكرمنا ان شاء الله. لا قدر الله حصل اي حاجه، انا هقول لك والله لا انا هندم على حاجه، ما تندمش على حاجه يا كابتن احمد. كل حاجه اللي ربنا بيجيبه كله خير، خد بالك يعني. انا بس حبيت اخش مع حضرتك، واستاذ فتحي سند موجود، الاستاذ مازن موجود، استاذ فتحي اتكلم في موضوع، استاذ مازن اتكلم في موضوع، انا حبيت اوضح بس الموضوعين لا اكثر ولا اقل. لك كل الاحترام كابتن حسن شحاته، واشكرك على هذه المداخله، كان نفسنا يبقى في وقت اكبر لان المباراه على وشك البدايه، بس كان مهم انه يتكلم وجميل انه كابتن حسن يتكلم ووضح. قفل المواضيع يعني قفل مواضيع كثيره جدا الحقيقه. يعني موضوع كابتن سمير ما حسمش الموضوع، احنا بنعلق على حدث قدامنا فبنجتهد او نقول كلام، لكن لما يخش الكابتن حسن يبقى كلامه يمكن دي اول مكالمه بيني وبين الكابتن حسن من اكثر من سنه تقريبا. المكالمه حلوه يعني. لا اصله نختلف في وجهات النظر زي ما قال، نختلف، لكن الاحترام لابد ان يكون موجود ولابد ان يسود كل الاوساط الرياضيه. يمكن